تعريف الكتائب والألوية العسكرية. السادة المتابعين، حديثنا اليوم يتناول شرحاً عن الكتائب والألوية العسكرية ومهامها وطبيعة عملها وتكوينها. أولاً، الكتيبة هي وحدة عسكرية تتألف من 4 إلى 6 سرايا، ويبلغ عدد أفرادها من 300 إلى 1000 فرد، ويقودها عادة ضابط برتبة رائد أو مقدم أو عقيد. ثانياً، اللواء هو وحدة عسكرية كبيرة يتكون عادة من عدة كتائب، ويتراوح عدد أفراده ما بين 2000 إلى 5000 فرد. يقود اللواء عادة ضابطا برتبة عقيد أو عميد أو لواء. ثالثاً، أنواع الألوية. أولاً، لواء مشاة يتألف من كتائب مشاة، ويمكن أن يضم سرايا دبابات ومدفعية ودفاع جوي. يعتبر الأكثر شيوعاً في الجيوش، ويتمتع بقدرة على القتال في مجموعة متنوعة من البيئات. ثانياً، اللواء المجحفل هو وحدة عسكرية كبيرة ومتنوعة تتكون من عدة وحدات قتالية وداعمة، مما يجعله قادراً على تنفيذ مهام متعددة بشكل مستقل. ويتميز هذا اللواء بتنوع أسلحته وقدرته على التكيف مع مختلف الظروف القتالية. مكونات اللواء المجحفل: كتائب مشاة التي توفر القوة البشرية الأساسية للقتال البري، وتتكون عادة من 3 إلى 4 كتائب. سرايا الدروع، وتشمل الدبابات والعربات المدرعة التي تقدم الدعم المدرع وتعزز القدرة الهجومية والدفاعية. سرايا المدفعية التي تقدم الدعم الناري البعيد، وتشمل المدافع الثقيلة والهاون. سرية الدفاع الجوي تهدف إلى حماية القوات من الهجمات الجوية، وتشمل صواريخ، أرض جو، رادارات، ودعما تقنيا. سرية هندسة الميدان هي مسؤولة عن المهام الهندسية مثل بناء التحصينات وإزالة الألغام، وتدعم العمليات القتالية من خلال توفير البنية التحتية اللازمة. سرية المخابرة هي التي تضمن الاتصالات الفعالة بين مختلف الوحدات، وتشمل أنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية. وبفضل تنوعه يمكن للواء المجحفل التكيف مع مختلف الظروف القتالية وتنفيذ مهام متعددة، وهو قادر على العمل بشكل مستقل لفترات طويلة دون الحاجة إلى دعم خارجي كبير. ويمتلك قدرة نارية كبيرة بفضل وحدات المدفعية والدروع. اللواء القتالي هو لواء مصمم خصيصاً لتنفيذ العمليات القتالية، مما يجعله قادراً على تنفيذ مهام قتالية متنوعة بشكل مستقل. ويتميز هذا اللواء بقدرته على التحرك والمناورة بسرعة كبيرة، وتقديم الدعم الناري واللوجستي البشري اللازم للوحدات الأخرى. مكونات اللواء القتالي: يتألف من كتائب قتالية أساسية مثل المشاة وفصائل أو سرايا من قوات النخبة، مدربة على تنفيذ عمليات خاصة خلف خطوط العدو، بالإضافة إلى عمليات خاطفة وعمليات الاستطلاع وعمليات تختص في مكافحة الإرهاب والاقتحام. وسرايا قناصين، وأحياناً يشمل سرايا دبابات ومدفعية وهندسة ميدان لدعم القدرة القتالية. وبفضل تنوع وحداته يمكن للواء القتالي التكيف مع مختلف الظروف القتالية وتنفيذ مهام كوماندوز متعددة، وهو قادر على العمل بشكل مستقل لفترات طويلة دون الحاجة إلى دعم خارجي كبير. ويعتبر اللواء القتالي من الوحدات العسكرية المتميزة والمحترفة، ويهدف إلى تنفيذ المهام ذات الطبيعة الحساسة والصعبة، والمهام التي تتطلب مرونة وقدرة على التكيف مع سرعة في القتال القريب والقنص والاستطلاع. وقبل الختام، آمل أن يكون هذا الشرح قد قدم لكم فهماً واضحاً لمفهوم الكتائب والألوية العسكرية في القوات المسلحة، وأعتذر إذا تم تجاوز بعض التفاصيل التي قد لا تكون ذات أهمية كبيرة للمتابعين. وفي الختام، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.